بكلمات حملت في طياتها صدق الناصح وإخلاصه، وأدب رسول الله في النصح، ونهج القرآن في البلاغ، وواجب المنصوح في التلقي، صدر الإمام أنس بن مالك رسالة نصحه إلى أحد الخلفاء فقال: أما بعد، فإني كتبت إليك كتابا لم آل فيه رشدا، ولم أدخر فيه نصحا، فيه تحميد الله وأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدبر ذلك بعقلك، ورد فيه بصرك، وأوعه سمعك، وعقله بعقلك، وأحضره فهمك، ولا تغيبن عنه ذهنك، فإن فيه الفضل في الدنيا وحسن ثواب الله تعالى في الآخرة. فالنصيحة في ديننا هي عماد الدين وقوامه، فالدين النصيحة، وهي أحب عبادة العباد إلى الله، وأحب عبادة عبدي إلي النصيحة، وهي أجل وظائف الأنبياء. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون، وهي دليل خيرية الأمة. فلا خير في قوم كما قال الفاروق ليسوا بناصحين، ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين. وهي حق المسلم على المسلم، فحق المسلم على المسلم 6، منها وإذا استنصحك فانصح له، رواه مسلم. وهي شرط رفع حرج الجهاد عن الضعفاء، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وعليها بايع رسول الله أصحابه، فيروى عن جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، رواه البخاري ومسلم. والنصح هو تخليص الشيء من شوائبه، والنصيحة هي إرادة الخير للغير، وهي لازمة وواجبة كما يقول النووي على قدر الطاقة، إذا علم الناصح أنه قد يقبل نصحه ويطاع أمره، وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة. والنصح من كليات هذا الدين، والنصيحة من جوامع البر والخير. والنصيحة تكون لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح لله بتخليص الوحدانية من شوائب الشرك، والنصح لرسوله باستنان هديه بعيدا عن دواخل البدع، والنصح لأئمة المسلمين بحسن النية وصدق النقد، والنصح لعامة المسلمين بإرادة الخير لهم وبذله بإخلاص. والأجدر بالناصح الإحسان في نصحه، فلا يتحدث إلا عن علم ودراية، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا ينصح إلا عن تثبت وتبين. فإن قال فليتخير من الكلم أحسنه وأطيبه. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، وليتخير من الوقت أنسبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن لهذه القلوب شهوة وإقبالا، وإن لها فترة وإدبارا، فخذوها عند شهوتها وإقبالها، وذروها عند فترتها وإدبارها، وليتخير من الحال ألطفه وأرفقه، فإن الله رفيق يحب الرفق، وما وضع الرفق في شيء إلا زانه. والصبر على المنصوح وعدم التعجل في النتيجة واجب كل ناصح، والإصرار في النصح أدعى للستر وأقرب للقبول. فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وأما عن المنصوح فعليه أيضا واجبات وأدوار، فالإنصات واجب كل منصوح. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وعليه الاجتهاد في تحمل النصيحة حتى إن لم توافق هواه، فلعل في الاستفادة منها نجاة له في الدنيا وغنيمة في الآخرة. فعليه أن يكون واسع الصدر، متدبرا متفكرا فيما يسمع، فلا يأخذه كبر أو عزة بإثم، فلعل ذلك يضيع عليه فرصا للخير وللنجاح. وقديما قيل: قدم النصيحة على خير وجه،
واجتهد أن تقبلها على أي وجه. والنصح لكل مسلم شرط التوفيق، فالقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيفما يشاء، وإنما يتعثر من لم يخلص. والنصيحة دليل صدق التآخي وبرهان خيرية الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وترك التناصح دليل اختلاف قلوب الإخوان وتناثر بنيان الأمة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهو استجلاب لغضب الله ومجافاة لموالاته. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وهو حاجز بينك وبين الجنة، فما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. رواه البخاري. بكلمات حملت في طياتها صدق الناصح وإخلاصه، وأدب رسول الله في النصح ونهج القرآن في البلاغ، وواجب المنصوح في التلقي، صدر الإمام أنس بن مالك رسالة نصحه إلى أحد الخلفاء فقال: أما بعد، فإني كتبت إليك كتابا لم آل فيه رشدا، ولم أدخر فيه نصحا، فيه تحميد الله وأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدبر ذلك بعقلك، ورد فيه بصرك، وأوعه سمعك، وعقله بعقلك، وأحضره فهمك، ولا تغيبن عنه ذهنك، فإن فيه الفضل في الدنيا وحسن ثواب الله تعالى في الآخرة. فالنصيحة في ديننا هي عماد الدين وقوامه، فالدين النصيحة، وهي أحب عبادة العباد إلى الله، وأحب عبادة عبدي إلي النصيحة، وهي أجل وظائف الأنبياء. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون، وهي دليل خيرية الأمة. فلا خير في قوم كما قال الفاروق ليسوا بناصحين، ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين. وهي حق المسلم على المسلم، فحق المسلم على المسلم 6، منها وإذا استنصحك فانصح له. رواه مسلم. وهي شرط رفع حرج الجهاد عن الضعفاء، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا